طاعة أي طاعة، وهذه قاعدة أصلا حتى في القانون البشري، الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجات العبودية إلا بالدربة. جميل. كيف الدربة؟ يعني أنت لا يمكن أن تنتقل طيلة السنة لا تختم القرآن في الشهر ولا مرة واحدة ثم تريد أن تكون كما كان الشافعي، كما ذكر عنه ابن نعيم في الحلية، كان يختم في كل رمضان 60 مرة، يعني مرة في المساء ومرة في الصباح. الشافعي ما كان مع هذه الحالة في هلال رمضان دون سائر الأشهر، لا، الشافعي كان في انكباب على كتاب الله. حتى ذكر الرازي رحمه الله تعالى في التفسير الكبير أن رجلا طرق الباب على الشافعي، وذكر هذا أظنه في تفسيري في المجلد 11. فطرق الباب على الإمام الشافعي وقال له: نبئت أنك تقول أن إجماع هذه الأمة حجة. قال: نعم. قال: أعطني آية من كتاب الله. الشافعي يعني بصريح العبارة طاح على رأسه، مع جزء يستحضر مع فرط ذكائه. شوف، مع فرط ذكائه الذي كان يقول الإمام أحمد عن الشافعي: قال: عقل هذا الفتى إذا فات لا يعوض. الله. فقال له: خلاص، أمهلتك 3 ليالي ثم آتيك وأطرق عليك الباب، إن أعطيتني ولا رد عليك قولك، أنت ما أنت بنبي مرسل وكلامك ليس حجة. طق عليه الباب، فلما أصبح الشافعي لا يخرج إلا إلى صلاة فقط. وش قاعد يسوي؟ يختم القرآن من أوله إلى آخره. ذكر الرازي أو البيهقي في مناقب الشافعي أنه ختم القرآن 9 مرات في تلك المساءلة. شوف، تخيل، يقرأ ثم يعود، يقرأ ثم يعود، على كذا كل ليلة كان يختمه 3، لين وصل إلى قول الله جل وعلا: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك شوف، تأمل أنت في عبادتك لله سبحانه وتعالى، اكلف من العمل ما تطيق، وستشعر أنك كلما قمت بشيء من الصالحات أنك تحتاج إلى مزيد كالجائع. ليش؟ لأنه سبحان الله يقول لك: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. سبحان الله العظيم، أنت تتأمل في هذا حتى في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة لما كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، كان معيار الاستجابة عندهم أرفع، فأنزل الله لهم تحريم الخمر. أليس كذلك؟ ولذلك شوف سبحان الله، الإنسان لما يدخل عليه شهر رمضان الواجب عليه أن لا تفوت عليه هذه الأزمنة الفاضلة إلا وقد زاد قربا من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان في الصحيح يقول: حفت الجنة بالمكاره. أنت تحتاج إلى جهاد، إلى صبر. ومن جلال الصبر أن الله جل وعلا ذكره في القرآن. شوف، تأمل أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فيما يقارب من 90 موضعا. بل جعل الله كما يقول هذا الرازي في تفسيره مناط الخيرات مربوطة بالصبر. شوف، كل الخيرات مربوطة بالصبر، كما يقول عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. بل تأمل أنه ما من طاعة إلا وقد ذكر جزاؤها سوى الصبر. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حتى الصوم ترى فيه معنى الصبر، الذي قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء في الصحيح. ترى فيه معنى الصبر، فيه معنى الإمساك. ولذلك يعني سبحان الله، لما يكون الإنسان في رمضان، في شهر رمضان، الواجب عليه أن يزداد قربا من الله، عبادة، خضوعا، فقرا، انكسارا. يعني أنا أقول دائما في رمضان جمع حاجاتك، في رمضان وفي غير رمضان. لكن سبحان الله رمضان عجيب جدا، إذا كان هذا الزمن الفاضل وتلك الرياح المرسلة كان لها أثر قوي جدا على حتى على حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يختر جبريل هذه الليالي المباركة لمدارسة النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما فيها من شرف وفضل وأثر كبير جدا على صناعة النفوس.